انت بتاخد بودر ولا لما الاقي ابني بياخده ما اروحش اعاقب ابني، بس انا اروح الجيم اعمل شكوى في المدرب واشوف مين المدرب اللي لك مشاكل في الخصيه ومشاكل في الكلى ومشاكل في القلب ومشاكل بص جامه. ياسين بقالك نص ساعه في الحمام يا عم ياسين، انا مستنيك بره. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم؟ بقالك نص ساعه يعني انت ما بتعملش حاجه. تعال على وشك ده ايه ده؟ انت بتاخد بودر ولا فانت باخد بودر من ورايا. وشك عامل كده ليه؟ بتاخد بروتين. انت جبت البروتين ده امتى؟ وبعدين دي منشطات اصلا، انت بتاخدها ازاي؟ ازاي تاخد حاجات زي كده؟ انتوا ما انتوش راضيين تدوها لي. ها؟ انتوا ما انتوش راضيين تخلينا. مين اللي اداهولك؟ اشتريته. اشتريته من فلوسك؟ اه. فلوسي ولا فلوسك؟ الناس اللي في سن ياسين دايما سيبوا بيخبوا الكرياتين بتاعهم في الجيم وبياخدوه في حمامات الجيم او بياخدوه في البيت. فانا جاي اوصل رساله ليك كأب بقى النهارده ان الكرياتين والبروتين والارجينين وكل المكملات الغذائيه مش منشطات او مش هرمون، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. المكملات الغذائيه كلها عناصر غذائيه انت كده كده اصلا ابنك بياكلها في الفراخ واللحمه والسمك وكل حاجه. يعني الكرياتين على سبيل المثال هو اصلا حاجه موجوده في اللحمه، خلاص كده، نوع من انواع الاحماض الامينيه اللي انت بتاكلها بشكل اساسي. الكبد بيفرز 1 جرام كرياتين كل يوم، خلاص. بس فكره انك تاخده وما تشغلوش او ما تشتغلش كويس او ما تعملش احمال تدريبيه كويسه مش مستحب. طيب هل انا بقى جاي لك في الخلاصه، هل ابني في السن ده الصغير ده اللي هو عنده 14 سنه ينفع ياخد مكمل غذائي؟ ينفع ياخد مكمل غذائي بس ما ياخدش كرياتين. ممكن ياخد ايه؟ ممكن ياخد ايه؟ ياخد بروتين عادي، ياخد ماس جينر عادي، ياخد الحاجات اللي هي هتساعده في توفير نسب بروتين كويسه لجسمه لانه مش عارف ياكل. تمام كده؟ طب لو هو بيعرف ياكل في الاساس الوجبه الاولى والثانيه والثالثه عشان يتارجت شكل جسم كويس، هو مش محتاج خالص ان هو ياخد بروتين ولا اي مكملات غذائيه، لان المكمل بيكمل احتياج جسمك من عنصر انت مش عارف تاخده من الاكل. يعني في حال انك انت مش عارف تاكل او مش عارف تدخل وجبه بسبب بقى انك انت ما بتعرف بقى حجم بطنك صغير او شغال او بتروح الجامعه ما بتعرفش تاخد وجبتك معاك ايا كان سنك، فهنا المكمل بيحل محل الوجبه لانه بيوفر لك عنصر معين. طب انت بتاكل كويس رايح تجيب دول ليه؟ يبقى المدرب اشتغلك او بيضحك عليك. اجيبهم امتى؟ في حال ان انا مش عارف ياكل كويس بسبب اي حاجه من اللي قلتها. يعني ياسين بياخد بروتين، ينفع ياخد بروتين، هو اصلا اول مره النهارده انا اللي بقول له ايه رايك تاخد ايه؟ تاخد بروتين. انا اللي بقول له ليه؟ لان البروتين اصلا مستخلص من شرشة اللبن، يعني جزء اصلا كده كده يعني مستخلص من منتجات حيوانيه عادي جدا. اهم حاجه المصدر يكون موثوق منه مش مضروب، خلاص كده. فالحاجات دي حاجات انت ما تقعدش تضغط على ابنك فيها، فهمه عشان هو كده كده ممكن يشتغلك وياخدها من وراك. المنشطات بقى اللي هي الهرمونات الاسترويد بقى والديكا والتستوستيرون والدينابول وكل الكلام ده خطر بقى. ده اللي لما الاقي ابني بياخده ما اروحش اعاقب ابني، بس انا اروح الجيم اعمل شكوى في المدرب واشوف مين المدرب اللي نصحه في الحاجات دي، لان ده سكه تانية خالص. مهما كنت ومهما كنت جامد وفورمه، دي سكه تانية من سكه كمال الاجسام بيلجأ ليها الابطال او اللعيبه علشان يقفوا على الستيج. لكن انت شاب صغير داخل الجيم تلعب وتهتم باكلك وتعمل شكل جسم حلو، لو خدت الحاجات دي اولا هتكلفك عالي جدا، يا اما هتسرق الفلوس من ورا اهلك، يا اما هتعمل حاجه غلط عشان تجيب الفلوس دي، هتديها للمدرب ولو جبت فلوس قليله اديته 1000 2000 هيسترخص ويجيب لك حاجه معفنه دخلت جسمك، مش هتعمل شكل جسم حلو برضه، يا دوب بس هتضخمك شويه ما استفدتش منها بشكل كبير، بالعكس هتبدا تاثر عليك وعلى جسمك بشكل كبير جدا وتعمل لك مشاكل في الخصيه ومشاكل في الكلى ومشاكل في القلب ومشاكل بص جامه انت في غنى عنها. في النهايه انت جاي تلعب، لو كلت كويس واتمرنت كويس انت 100 فل 14 مش هيحصل لك اي حاجه. لو خدت مكملات مفيش مشكله، بس انا ما رجحش ليها الا لو كنت انت محتاجها زي ما وصفت في الفيديو. غير كده انت يا باشا مش محتاج اي حاجه. اي حد يقول لك خد حتى مكمل في الجيم يا باشا روح اسال المدرب تاني او ابحث عنه او تشتريش حاجه مفتوحه. بمعنى ان انا بلاقي ناس بيروحوا يشتروا الكرياتين بالسكوب
لا يا معلم، انت مش مضطر تعمل كده. المفتوح ده ممكن اصلا يكون عباره عن شويه باودر وشويه حاجات ملهاش لازمه ومش مكمل غذائي في الاساس. مساء الفل، وانا حبيت اقول لكم الموضوع ده علشان هو موضوع انا وقعت فيه وانا صغير، وكنت لما اخد حبايه الامينو من ورا اهلي كنت بروح الجيم وانا اكني ضارب، يعني عايز اقول لك فايل تستوستيرون. فيلا بينا.